السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. النهاردة هنبتدي سلسلة شروحات مايكروسوفت آذر AZ900. وزي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات إن طريقة الشرح بتاعتنا هتكون معتمدة بنظام مايكروسوفت اللي هو الشهادة الأصلية اللي موجودة من مايكروسوفت. إن الشرح هيتم بناء على شرح الموديول الأول، بفهم النظري وبفهم المحتوى العملي لكل موديول من 3 موديولز اللي عندنا. واتكلمنا برضو الفيديو اللي فات إن احنا عندنا 3 موديولز، كل موديول بيتكلم أو بيكون مخصوص بجزء معين من أساسيات الكلاود. فالنهارده هنبتدي بشرح الكلاود كونسبت. طيب، موديول الكلاود كونسبت هيكون فيه الاساسيات الخاصه بالكلاود كومبيوتنج، وهنفهم الديزاين او المودلز الخاصه بالكلاود وبعض الخدمات اللي بتقدمها الكلاود، وكمان بعض الاستفادات او الفوائد اللي هتعود بينا على الكلاود. طيب، دلوقتي قبل ما ندخل الموديول في سؤال لازم يطرح نفسه هنا: منين جت فكره الكلاود؟ بس قبل ما نبدأ منين جت فكرة الكلاود، لازم نفهم الأول إيه هي الداتا سنتر. طبعا في كتير ممكن يكونوا سمعوا عن مصطلح أو كلمة الداتا سنتر، وخصوصا الناس اللي بتشتغل في مجال الاي تي. واكيد في ناس كتير ممكن تكون فاهمه محتوى الداتا سنتر، بس دي هتعتبر المدخل الخاص بينا هنا للموديول عشان نفهم محتوى الكلاود. في الفيديو هنا هنتكلم على اول حاجه تعريف الداتا سنتر، تاني حاجه الفوائد الخاصه بالداتا سنتر، تالت حاجه الكوست اللي هيرجع لي من الداتا سنتر او الكوست اللي انا بستخدمه او اللي بيكلفني عمليه انشاء الداتا سنتر بتكلف قد ايه، والافيلابيلتي بتاعتها مدى توفر الداتا سنتر، وليه انا بتظهر لي بعض المشاكل سواء من ناحيه الكوست او الافيلابيلتي. واخيرا ايه المشاكل الفعليه اللي طلعت لي من الداتا سنتر واللي انا بسببها محتاج احل المشكله دي بطريقه عاجله ولازم الاقي لها سوليوشن. احنا دلوقتي هنستعرض مفهوم الداتا سنتر. مفهوم الداتا سنتر هنا دايما خلينا نتفق اتفاق دايما في الكورس بتاعنا وفي اي شروحات جايه، ان اي تكنيكال او اي سوليوشن بيظهر عندي لازم يكون جاي من ورا بزنس نيدز. يعني ايه بزنس نيدز؟ دلوقتي احنا شغالين في شركه، والشركه عايزه تبني موقع ويب اللي هي بنسميها دايما البيزنس نيد، عايزين نبني موقع ويب. طيب، اكيد موقع الويب ده ليه استخدامات، منها مثلا على سبيل المثال ان موقع الويب ده هيكون محتاج ان احنا يكون يخدم على العملاء، وخصوصا مثلا انا الشركه بتاعتي شغاله في مجال الريال استيت، فانا محتاج اعمل ويب سايت ومحتاج اعمل موبايل ابلكيشن بحيث ان انا اقدر اخدم على العملاء بتاعتي واقدر اقدم الخدمات بتاعتي. طيب، دلوقتي علشان ابني اي سيستم او اي سوليوشن هيحتاج ريسورسز. طيب، ريسورسز بمعنى ايه؟ دلوقتي هنفترض دلوقتي ان احنا حاليا قاعدين على كل واحد عنده الجهاز الشخصي بتاعه. الجهاز الشخصي بتاعه بيكون مكون من رام وستورج وسي بي يو، وطبعا كل واحد بيجيب الجهاز بتاعه بناء على الاحتياجات الخاصه بيه. طيب، انا دلوقتي في شركه ما ينفعش اروح اجيب جهاز واحط عليه الويب او الموبايل ابلكيشن بتاعي علشان الناس تقدر تخش عليه. اكيد في ببني مجموعه من السيرفرز عندي، او ببني مجموعه من السيرفرات علشان اقدر اخلي الويب سايت يشتغل بطريقه صحيحه، وان انا اقدر اقدم السيرفيس بتاعتي بطريقه كويسه وما يظهرليش اي مشاكل فيها. طيب، هل انا الشركه بتاعتي بتخدم هنا على ويب ابلكيشن بس او الموبايل ابلكيشن بس؟ اكيد لا، في سوليوشنز كتير. انت عندك مثلا على مستوى البنوك او الناس اللي اشتغلت في بنوك او الناس اللي عندها فكره عن نظام البنوك، النظام البنوك بيبقى فيه اكتر من 200 او 300 سيرفيس، وكل سيرفيس محتاجه ريكويرمنت، وكل ريكويرمنت دي ممكن تحتاج نتورك، بتحتاج عندي ريسورسز زي ما اتكلمنا قبل كده، موضوع السي بي يو، موضوع الرام، وموضوع الاستورج. فدي كلها في النهايه عباره عن مصادر انا محتاجها، ومحتاجه تكون موجوده بطريقه معينه ومبنيه في نظام السيرفرز. السيرفرز طبعا بتبقى هنا مبنيه بطريقه ان هي في مكان، المكان ده يكون داخله نظام تبريد كويس، تكون ليه نتورك، يكون فيه الكتريسيتي كويسه، بحيث ان السيرفرات ديت او الخوادم دي تفضل شغاله طول الوقت بدون انقطاع او بدون ظهور اي مشاكل، علشان ما اقدرش اثر على البيزنس بتاعي. ومن هنا جت فكره الداتا سنتر. الداتا سنتر هنا دلوقتي هي عباره عن مباني ضخمه بيكون فيها مجموعه حجرات او مجموعه داتا رومز زي ما بتسمى، او داتا هولز. الداتا هولز دي بتبقى مبنيه بطريقه ان في مجموعه سيرفرات كتير، لا موجود لها ستورج، وموجود فيها الرامز بتاعتها، وموجود فيها كل ريكويرمنت اللي انا محتاجها علشان السيستمز بتاعتي تكون شغاله كويس، والريسورسز بتاعتي تكون شغاله بطريقه كويسه. تمام. فهنا حاليا الداتا سنتر بتاعتي بقت جاهزه، عباره عن مبنى في مجموعه من السيرفرات،
هيقدم مجموعه من الخدمات للبيزنس او الكونسيومر بتاعت اللي هيستخدم السيرفيس بتاعتي بعد كده. طيب يبقى انا كده فهمت الفوائد بتاعه الداتا سنتر. الداتا سنتر دلوقتي ادتنا فايده ان انا عندي دلوقتي السيرفر بتاعتي موجوده في مكان كويس، ليه نظام تبريد، ليه نظام تشغيل، كل حاجه، في ناس قائمين بيعملوا له صيانه، في ناس بتشغله زي بالظبط النورمال، اللي هو زي بالظبط اللي هو المكاتب العاديه اللي عندها مجموعه من الاجهزه او مجموعه من الخدمات زي مكاتب السفر او مكاتب السياحه، بتتاكد ان كل العملاء راضيين والسيرفيس بتاعتهم شغاله كويس. فنظام البنوك او الشركات العملاقه لازم بيكون عندها داتا سنتر اللي فيها مجموعه من السيرفرات الضخمه الكبيره اللي تقدر تخدم على العملاء وتقدر تقدم لهم الخدمات المباشره بتاعتهم. طيب انا دلوقتي فهمت المحتوى الخاص بالداتا سنتر والفوائد اللي رجعت لي من الداتا سنتر. طيب اكيد الفوائد دي زي ما فادتني اكيد ممكن تظهر، بس عندي مشكله في الريسورس. طيب زي ما اتفقنا ان الريسورسز دايما لكل الانظمه لازم بتكون من حاجه اسمها الكمبيوتنج ريسورسز، والكمبيوتنج ريسورسز دي بتبقى عباره عن السي بي يو والرام والستورج. طيب ايه الممكن المشاكل اللي تظهر لي؟ اول حاجه لو هنفترض دلوقتي ان انا لما اجي اعمل النظام بتاعي لازم اعمل له اناليسيز مظبوط. طيب عشان اعمل له اناليسيز مظبوط لازم اتاكد اشوف مين الناس اللي هتستخدم السيستم، طريقه الناس اللي هتخش على النظام ازاي، المستخدمين، عدد المستخدمين، علشان اقدر ابني الريسورسز او السيرفرز بتاعتي بطريقه كويسه تلبي احتياجات العملاء وما يظهر لهمش اي مشاكل. فدي النقطه الاولى. طيب النقطه الاولى ديت هنا لما اجي افعل النظام ده معناته ان انا ده معناته ايه؟ ان انا هاجي في المرحله الاولى هروح اشتري كل الريكوايرمنت بتاعتي مره واحده. هنفترض دلوقتي حاليا ان انا السيرفر بتاعي او السيستم بتاعي وهو شغال، ان انا اتفقت بعد ما عملت سيستم اناليسيس وبعد ما بنيت الاستراكشر بتاعي وتاكدت ان الويب سيرفيس بتاعي هيشتغل كويس، فرحت قلت ان السي بي يو انا هحتاج مثلا هحتاج عندي 16 سي بي يو، واحتاج في الرام ريسورسز بتاعتي مثلا 64 جيجا، ومحتاج في الاستورج بتاعتي 2 تير. طيب انا دلوقتي قلت ان انا محتاج السيرفرات دي بتاعتي. طيب انا دلوقتي علشان اشغل السيرفرات عشان اشغل الريسورسز بتاعتي ديت هحتاج ان انا اعمل لها هاي افيلابيلتي، بمعنى ان السيرفر لازم يكون ليه زي ما بيقولوا كده يكون لي باك اب ليه ان السيرفرين يشتغلوا في نفس الوقت علشان يقدروا يهندلوا اللود ويقدروا يتحكموا في الكونكشن، وكمان اقدر اقدم السيرفيس تكون ستيبل بحيث ان لو في سيرفر حصل فيه مشكله السيرفر الثاني بتاعي يقدر يشيل اللود لحد ما احل مشكله السيرفر الاولاني. طيب في الحاله دي انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اروح اشتري السيرفرز بتاعتي كلها كامله. يبقى انا عملت هنا حاجه ايه؟ اول حاجه عملت ان انا دفعت المبلغ كامل، رحت دفعت المبلغ كامل بتاع السيرفرز بتاعتي. نفترض دلوقتي ان انا السيرفر الاولاني فضل شغال لمده سنه سنتين، ما احتاجش السيرفر الثاني الا مرتين او ثلاثه في طول السنتين الثلاثه بتوعي، اللي هو السيرفر اللي انا كنت جايبه للباك اب بتاعي او استخدامه كان قليل. طيب هنا انا كلفت عملت كوست عليا زياده. اللي المشكله ازاي؟ خلينا يبقى انا دلوقتي ظهرت اول مشكله ان انا في كوست عالي دلوقتي عندي ان انا اشتري السيرفر. طبعا انا ما بتكلمش على سيستم واحد، احنا بنتخيل ان في اكتر من 200 او 300 سيرفيسز شغاله جوه البنك او جوه الشركه بتاعتي اللي هي الشركات الكبيره، فمحتاج ان انا اتاكد من الافيلابيلتي بتاعتها واحتاج ان انا اتاكد من الستاندر بتاعتها. فلما باجي ابني سيستم بكون حاطط في مخيلتي او اكون بتخيل جميع الاكسبانشن اللي ممكن يحصل في المستقبل. يبقى انا هنا في الحاله ديت رحت دفعت جميع الريسورسز اللي انا محتاجها سواء دلوقتي او محتاجها مستقبلا، وبنسبه كبيره ممكن ما بحتاجش كل الريسورسز مستقبلا. فدي مشكله ظاهره عندي وهنعرف دلوقتي كمان شويه حلها ايه. المشكله الثانيه اللي ظاهره عندي ان انا لو محتاج دلوقتي ازود الريسورس بتاعتي، انا شايف ان السيرفرين العملاء بتوع الشركه بتاعي كبروا بسم الله ما شاء الله، العدد زاد قوي، فانا محتاج ان انا ازود الريسورس بتاعتي، سواء هزود يا اما ازود السيرفر زياده يا اما اروح ازود في الريسورسز بتاعتي. يبقى انا دلوقتي دخلت اجين في مرحله كوست زياده، انا دلوقتي دخلت في كوست زياده. طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان في مشكله ظهرت في موضوع الريسورس، ان انا سواء عندي ريسورس زياده مش عارف استغلها وظاهرة عندي ودفعت فلوسها كلها مرة واحدة. المشكلة التانية اللي ظهرت دلوقتي ان انا دلوقتي السيرفرات او السيستم الجديد اللي انا عامله محتاج ريسورس زيادة، محتاج اشتري له تاني، محتاج ادفع كوست زيادة. فهنا بقى هيجي السؤال، طيب ده معناته ان انا محتاج اعمل حاجتين، محتاج الاول ان انا اشتري ريسورس زيادة، وكمان محتاج ان انا اخد الريسورس الزياده دي اركبها، سواء ان انا هجيب سيرفر زياده جديد
او هروح اعمل واضيف ريسورس زياده سواء على مستوى الرام او مستوى الاستورج. ففي النهايه في كوست الدفع سواء مقدما او بعد كده لما جيت زودت الريسورس. هنقف هنا بقى ونسال نفسنا سؤال، طيب عمليه الريسورسز اللي انا دفعت فيها فلوس بزياده او اللي انا محتاج ازودها واروح ادفع فلوس تاني، هنا ظهرت مشكله كبيره ان في هدر في سواء التايم بتاعي، لان ايفن حتى لو انا بروح اشتري الريسورسز بتاعتي واروح اركبها فانا محتاج وقت للتركيب، وكمان محتاج فلوس عشان التركيب والصيانه بتاعت السيرفرز بتاعتي. فالداتا سنترز صحيح حلت لي مشكله كبيره ان انا اقدر ابني مراكز ضخمه للبيانات بتاعتي، والمراكز دي تقدر تعمل اقدر ابني عليها كل الانظمه بتاعتي. ففي النهايه ظهرت مشكله اساسيه الا وهي مشكله الهلك اللي بيحصل في الريسورسز، سواء قله استخدامها او ان فيوتشر لما اجي احتاج ازود الريسورس. ومن هنا ظهر فكره الكلاود، وبكده تعتبر اول بدايه لينا في الدخول لعالم الكلاود. احنا فهمنا فكره الداتا سنتر والمشاكل اللي جت من الداتا سنترز. طبعا هي حلت مشاكل كتير جدا 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 بانها وفرت لي اماكن، وان انا اقدر اشتغل بطريقه كويسه، وان انا اقدر احل المشاكل بتاعتي والسيستمز بتاعتي تشتغل دايما. بس دايما خلينا دايما اتفقنا في الاول خالص ان طالما في بيزنس نيدز يبقى انا لازم البيزنس نيدز او احتياجات البيزنس بتاعتي تكون الكوست مغطيها، بس برضو تحاول دايما تقلل الكوست. ان شاء الله الناس اللي بتشتغل في مشاريع كبيره هتفهم الحكايه دي، ان انا لما اجي اعمل اي مشروع كبير واخده من العميل او ابني مشروع كبير دايما عيني بتكون على الكوست. فمن هنا جه مصطلح الكلاود. طيب انا دلوقتي هنبدا ندخل في الموديول الجديد بتاعتنا ونفهم اللي هو مصطلح الكلاود يعني ايه. فالموديول الاولانيه هتتكلم عن الكلاود كومبيوتنج والكلاود موديلز وانواعها وفوائدها واستخداماتها، والسيرفيس موديلز الخاصه بكل الكلاود بتاعنا، وكمان في الاخر خالص الريال ووردز او الاكزامبلز اللي هتكون موجوده عندنا. طيب ايه هو الكلاود كومبيوتنج؟ الكلاود كومبيوتنج احنا اتفقنا دلوقتي او اتكلمنا من شويه ان احنا دلوقتي عندنا مشكله في الريسورسز اللي هو موضوع الرام وموضوع السي بي يو. ان انا دلوقتي لما رحت بني السيستم علشان يخدم على العملاء، افترض ان الشركه بتاعتي راح بنى السيستم يخدم على 3000 عميل، انا الكرنت سيتويشن بتاعي حاليا بس 1500 عميل. فانا دلوقتي الموارد بتاعتي عندي تقريبا ما يقارب من 50% من الريسورسز بتاعتي غير مستخدمه. طيب في الحاله دي المفروض انا اعمل ايه بقى؟ هنا ظهر مصطلح الكلاود. شركات كبيره زي امازون وجوجل ومايكروسوفت قال لك احنا عندنا داتا سنترز كبيره فيهم ريسورسز عاليه غير مستخدمه، انا هاخد الريسورسز دي واجرها بحيث ان الناس تقدر تستفيد بالريسورسز دي او المصادر بتاعتنا او الكمبيوتنج بتاعتنا ريسورسز، وتقدر تستفيد منها وتدفع لها مقابل استخدامها. بمعنى كده علشان نبسطها افضل، فكره السايبر زمان اللي احنا كان عندنا في شاب او في ناس بتفتح سايبرز في مجموعه كمبيوترز كتير، وانا بروح اقعد على في السايبر ده لمده ساعة أو ساعتين بستخدم الكمبيوتر، بخلص الشغل بتاعي وبعد كده بقوم. يبقى هنا ظهر مصطلح الكلاود بعد ظهور إن في ريسورسز كتير جوه الداتا سنتر بتاعتي محتاج إن أنا أرجع أستخدمها تاني أو أعمل لها إعادة استخدام. طيب هنتكلم برضو، يبقى أنا كده حليت مشكلة من المشاكل اللي ظاهرة عندي، إن أنا الريسورسز بتاعتي المستخدمة بطريقة مش مستخدمه تقريبا، او في هلك في الريسورس عندي، في 50% من الريسورس عندي مش مستخدمين. ففي الحاله ديت ان انا ممكن اخد بقيه الريسورس واجرها. طيب المشكله الثانيه اللي هتحلها لي الكلاود، احنا دلوقتي اتفقنا ان الداتا سنترز عندها مشكلتين. المشكله الاولانيه فكره ان الريسورسز اللي غير مستخدمه. طيب انا دلوقتي عندي مشكله تانية اللي هو انا السيستم بتاعي فيه حصل عليه اقبال شديد جدا، وانا كنت متوقع ان هيحصل زياده سنويه عندي بنسبه مثلا 30%، لا الزياده حصلت عندي بنسبه 70%، وعدد العملاء بدل ما يكونوا 3000 وصلوا بقى 9000، يعني تقريبا 3 اضعاف. طيب انا عارف ان عدد العملاء دول انا مش هيكونوا موجودين معايا طول السنه، والعدد بيزيد او بينشط في فترات زمنيه طول السنه. فهنا عندي مشكله ان انا لو جيت رحت اشتغلت بالطريقه التقليديه هروح اشتري وادفع الفلوس كامله في السيرفرز واروح اجيبه وادفع فلوس كامله وهستهلك منه 30% 40%، وبرضه هتفضل المشكله الاساسيه ان في 50% زياده عندي في الريسورس. يبقى هنا ظهر مصطلح الكلاود بقى، جات اللي حلت المشكله الثانيه، ان انا دلوقتي بدل ما اروح وادفع مره واحده، لا
هدفع pay as you go، بمعنى ان انا دلوقتي في ريسورس هيتم تاجيرها، هاخد السيرفرز بتاعتي او الريسورسز او قواعد البيانات بتاعتي اللي انا محتاج استخدمها من مايكروسوفت او من مايكروسوفت او جوجل او امازون. هستهلك الريسورس بتاعتي مثلا هستهلكها 3 شهور في السنه، هستهلكها 12 شهر 12، حتى لو هستهلكها ال 12 شهر عندي طول السنه، يبقى انا هنا وفرت على نفسي ان الاستهلاك بيقل بناء او سوري عمليه الدفع بتبقى بناء على استخدامي، سواء هتقل في فترات زمنيه او هتزيد. ففي النهايه انا الكوست بتاعي قل، دي اول حاجه. تاني حاجه مش محتاج ان انا اروح اضيع وقت وان انا اروح ابني ريسورسز تاني من اول وجديد او اروح اشغلها من اول وجديد، لان الريسورسز اوريدي افيلبل اولويز تايم في الكلاود. يبقى انا كده عندي في الداتا سنتر بتاعتي حليت المشكلتين الاساسيتين بتوعي. طيب هنبدا بعد ما اتحلينا مشكله الداتا سنتر والمشاكل اللي طلعت من خلالها، هنبدا نفهم بقى اللي هو الكلاود موديلز والكوست موديل اللي احنا بنشتغل عليه في الكلاود. طيب ايه هي الكلاود موديلز وانواعها؟ الكلاود موديلز عندنا البابليك والبرايفت والهايبرد. ايه الفرق ما بينهم؟ خلينا نبدا بالبرايفت لانه يعتبر الاسهل. لو نتذكر في الرسمه اللي وضحناها قبل كده، ان في الكلاود عندي في الداتا سنتر، الداتا سنتر عباره عن مجموعه من السيرفرز موجوده جوه البلد اللي انا عايش فيها او تابعه للشركه اللي انا شغال فيها جوه البلد، وملهاش اكسس على الانترنت او محدش يقدر يخش عليها من بره الا للناس اللي مسموح لهم يدخلوا عليها. فدي تعتبر برايفت كلاود اساسا. في النهايه زي ما اتفقنا ان الكلاود السوليوشن طلع من ان الداتا سنترز فيها ريسورسز كتير غير مستخدمه، فانا خدت الريسورسز الغير مستخدمه ديت ورحت اجرتها. يبقى في النهايه مصطلح الكلاود بيعتمد على داتا سنتر، يبقى ده الكور بتاعه او الاساس بتاعه. طيب تمام كده. يبقى انا الداتا سنتر طول ما هي جوه البلد او جوه تابعه للشركه بتاعتي، ما فيهاش اكسس من بره، ما فيش ناس من بره الشركه بيدخلوا عليها، بيبقى مسموح فقط للموظفين اللي داخل الشركه، دي مصطلح اسمه البرايفت كلاود. طيب مصطلح البابليك كلاود بقى العكس بتاعه. شركات كبيره عملاقه زي مايكروسوفت زي جوجل زي امازون عندهم خدمات الكلاود بتاعتهم او عندهم الداتا سنتر بتاعتهم اللي فيها الريسورسز الفاضيه محتاجين ياجروها، ففي السيرفيس دي بيتم توزيعها على كل الناس على كل المناطق. تمام. في اي حد في اي شركه في اي مكان في امريكا في سعودي ارابيا في مصر، في تقدر دلوقتي تستخدم الخدمات الكلاود اللي جايه من الشركات زي جوجل وكلاود وامازون. ففي الحاله دي احنا بنطلق عليها مصطلح البابليك. طيب في هنا حاجه محتاجين نوضحها. بابليك مش معناه ان اي حد يقدر يدخل عليها. البابليك لا، انت بتشتري سبسكريبشن وبتدخل عليها بيوزر نيم وباسورد خاصه بالشركه وبتقدر تستخدم الخدمات دي. فمصطلح البابليك هنا مش معناه ان اي حد يدخل عليه، لا، بابليك هنا جاي من مصطلح ان دي خدمه متاحه لجميع الشركات في جميع الدول يقدروا يستخدموها. طيب كده فهمنا البرايفت والكلاود. ايه هو الهايبرد؟ الهايبرد ده يعتبر الميكس بين الاثنين، البرايفت والبابليك كلاود. البابليك كلاود موجود في السيرفرز الخاصه بمايكروسوفت، والبرايفت كلاود موجود في السيرفرز بتاعه الشركه نفسها. فبنقدر نعمل سوليوشن يقدر يعمل ميكس الاثنين. طب انا ليه محتاج اعمل ميكس للاثنين او ايه الفايده؟ طبعا زي ما قلنا قبل كده، طالما في سوليوشن موجوده ده معناته ان في بيزنس نيس او احتياج خاص بالبيزنس محتاجه. ودايما الاحتياج الخاص بالبيزنس يا اما ازود الايرادات بتاعتي او اقلل الكوست. فالهايبر كلاود هنا هيكون فايدته في الاساس ان هو يقلل الكوست بتاعي. بمعنى احنا من شويه اتكلمنا ان في سيستم عندي الشركات او البنوك بيبقى عندها انظمه، الانظمه دي لازم تكون متوفره 24 ساعه. من احدى الرولز اللي موجوده دايما جوه الدول اللي لازم تتاكد من صلاحيه البيانات بتاعتها وتتاكد من سريتها، ودي حاجه هنروح لها ان شاء الله هنشرحها في موديول الجفرنس، ان لازم يكون في باك اب سوليوشن للسيستم بتاعي. بمعنى دلوقتي ايه؟ ان انا هنفترض ان انا في نظام البنك بتاعي حاطط دلوقتي عندي الويب سايت بتاع البنك اللي العملاء بيشتغلوا عليه، لازم يكون ليه باك اب، او المصطلح اللي انا بنستخدمه في الاي تي الديزاستر ريكفري. ان هو لو قدر الله حصل مشكله في الداتا سنتر الاساسيه عندي اللي انا شغال عليها كل الداتا بتاعي، لازم يكون في داتا سنتر تانية بنفس المواصفات تقريبا بناء على الرولز اللي بيتم استخدامها جوه كل مؤسسه، ان الداتا سنتر الباك اب دي تكون متوفره في حاله لو حصل اي مشكله في الفرع الرئيسي او المبنى الرئيسي الخاص بالداتا. طيب احنا قلنا ديزاستر ريكفري او مشكله حصلت. طيب المشكله ممكن تقعد سنه سنتين
تحصل، او ممكن تحصل كل فتره زمنيه معينه او كل فترات زمنيه. طيب انا عملت هنا كوست، رحت بنيت داتا سنتر تانية بكوست عالي جدا وعندي فيه مشكله. من هنا تم استخدام مصطلح الديزاستر ريكفري، او ان انا استخدم الهايبرد كلاود عندي. طيب انا دلوقتي بنيت داتا سنتر علشان تغطي التكلفه، علشان تتاكد ان السيستم بتاعي لو حصل اي مشكله في المبنى الرئيسي او المركز الرئيسي، الديزاستر ريكفري بتاعي يقدر يحل المشكله والناس تقدر تشتغل بدون ما يحصل مشاكل. طيب انا دلوقتي دافع قسط تقريبا عالي جدا، وانا ما بحتاجش الداتا سنتر اللي في الدي ار او الديزاستر ريكفري داتا سنتر ديت الا لما تحصل عندي مشكله كبيره. يبقى انا دلوقتي عايز احل المشكله دي، عايز اقلل الكوست بناء على احتياج البيزنس. هنا نقدر في الحاله دي ان الديزاستر ريكفري او الباك اب سيستم بتاعي يكون موجود فين؟ جوه الكلاود. ليه؟ انا دلوقتي السيستم هتكون مبنيه وموجوده وجاهزه جوه الكلاود، بس انا مش هدفع الا لو وقت الاستخدام. زي ما اتفقنا ان الموديول القائم على الكلاود ان هو ما بتدفعش الا وقت الاستخدام، pay as you go. فهنا هنفهم او فهمنا ان هو الهايبرد كلاود جه عشان يحل مشكله الكوست برضو، وكمان علشان يديني الاوبشن ان انا يكون في افيلابيليتي موجوده على الكلاود في اي وقت اقدر اروح استخدمها بدون ما تعمل لي هاي كوست عليا، وتقدر كمان تخدم على العملاء بتوعي بدون اي مشاكل. كده احنا حاليا فهمنا الكلاود موديلز وانواعها واستخدامها، وفهمنا كمان الكلاود كومبيوتنج يقصد بيها ايه، وان فهمنا ان احنا كمان ان الكلاود في النهايه قائمه على داتا سنترز، وبستخدم ريسورسز علشان اروح اجرها لشركات مختلفه، وان هي موجوده ان بابليك سواء من شركات عملاقه سواء من فيندورز محليين. ففي النهايه الكلاود قائم على داتا سنترز وريسورسز غير مستغله، فبروح اجرها وبخلي ناس تانية تستفيد منها. كده فهمنا خلاص فكرة الكلاود كومبيوتنج والفوائد اللي هترجع لي وايه هي الكلاود موديلز. نقدر نخش بقى على استخداماتها او فوائد الكلاود عندي. في اكتر من مصطلح مرتبطة بفوائد الكلاود عندي. اول حاجة مصطلح الريليابيليتي، تاني مصطلح البريدكتابيليتي، تالت مصطلح الهاي افيلابيليتي، رابع مصطلح السكيلابيليتي، واخيرا السكيورتي والجوفرنس. طيب نيجي ناخدهم واحدة واحدة كده علشان نفهم يعني ايه كل مصطلح من دول. هنيجي اول حاجه على مصطلح الريابيليتي. دلوقتي احنا اتكلمنا من شويه ان الداتا سنتر، او انا لما اجي ابني النظام بتاعي لازم اتاكد ان هو افيلابل طول الوقت 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، لان انت بتخدم العملاء وده بيزنس وبيدخل فلوس للشركه او المؤسسه اللي انا شغال فيها. طيب الريابيليتي مصطلح قائم على السيستم بياخد وقت قد ايه علشان يرجع من الفيلير. بمعنى في بعض الاحيان لو احنا شغالين نلاقي الموبايل ابلكيشن بتاعه الشركه اللي انا شغال معاها او البنك اللي انا شغال معاه يطلع ايرور مثلا 503، السيستم حصل فيه مشكله او علق زي ما بيقولوا يعني. طيب الريابيليتي هنا المصطلح ان الابلكيشن هياخد وقت قد ايه علشان يرجع من الفيلير، او هيرجع يطلع اب تاني امتى. طبعا هنا بتتحكم فيها، هنا بقى في جزء هنتكلم عنه في الجفرنس برضو، الرولز مهمه جدا في الحته ديت. ان المؤسسات على سبيل المثال البنوك المركزيه هي اللي بتتحكم في البنوك جوه الدوله، فالبنوك المركزيه بتكون حاطه قواعد ان هو قبل ما تروح للمبنى الاحتياطي اللي هو الديزاستر ريكفري، هو بتديك لك فتره سماح، بتديك فتره سماح من ساعه لساعتين او 4 ساعات انك ترجع تحل المشكله في البرودكشن انفايرمنت بتاعتنا او في مركز البيانات الرئيسي. فهنا الريابيليتي السيستم بياخد وقت قد ايه علشان يرجع من الفيرير اللي بيحصل. طيب دي اول نقطه. البريدكتابيليتي او التنبؤ باللي بيحصل، ده معناه طبعا ان احنا مش هنقرا المستقبل ولا حاجه، بس البريدكتابيليتي معناها ايه؟ ان دلوقتي لما جينا اتكلمنا ان انا بحتاج في بعض الاحيان ان هو مثلا لو هناخد البنوك كاكزامبل ان كل الهاي لود بيحصل في البنوك وقت الاسبوع الاخير من كل شهر اللي هو وقت دفع الرواتب، الهاي لود بيبقى على السيرفرات. فانا لو فضلت ماشي بنظام الداتا سنتر القديمه بتاعتي، هروح في الحاله ديت كل شويه كل شهر لازم اروح اتاكد من الريسورسز او اركب ريسورسز زياده، وده هيكلفني فلوس وكمان هيكلفني تايم. طيب المونيتورنج تول اللي موجوده في الكلاود، طبعا خليها قاعده عندنا، اي سوليوشن في الدنيا كلها يبقى ليه مونيتورنج تول. طيب المونيتورنج تول في الكلاود عندي بتبدا تتنبأ او بتشوف الهاي لود اللي بيحصل عندي كل فتره زمنيه. بتاكد مثلا فتره بمجرد ما بندخل عندنا في اخر اسبوع من الشهر
بيحصل تنبؤ في هاي لود حصل عندي في السيرفرز، فاوتوماتيك بتروح تزود الريسورسز بتاعتي الخاصه بالسيستم بتاعي. ففي الحاله ديت هتيجي الريسورس بتاعي مثلا الرام او السيرفرز بتاعتي محتاج يزيد سيرفرين 3 4 وقت الاستخدام اللي هم اسبوع علشان احل مشكله الهاي لود اللي حصلت على السيستم بتاعي. ففي الحاله ديت مش هتقابلني مشكله ان السيستم يقع او يحصل بطء او كمان ياثر على مشاكل العملاء او يعمل لي مشاكل للعملاء. ففي الحاله ديت البريدكتابيلتي هتودينا المصطلح تاني الا وهو السكيلابيلتي. السكيلابيلتي اللي هو بمعنى زياده في الريسورسز، ان انا هزود الريسورسز بتاعتي سواء على مستوى الماشين او على مستوى الريسورسز الداخليه. احنا من شويه اتكلمنا ان في نوعين من الريسورسز عندي، يا اما هروح ازود سيرفر زياده بكل ريسورسز زياده، يا اما ممكن اروح ازود رام او ستورج جوه الماشين بتاعتي. فهنا في البريدكتابيلتي هتروح كمان تربط مع السكيلابيلتي، ان انا هتاكد ان الريسورس بتاعتي بتزيد اوتوماتيك او بيحصل لها اوتو سكيلينج بدون اي مشاكل، وكمان بدفع لها وقت استخدامها الفعلي. يعني الريسورسز اللي انا زودتها دي هروح ادفعها وقت نهايه الشهر او نهايه الاسبوع بتاعي او 3 4 ايام في الشهر بدل ما اروح ادفع الشهر كله عندي. فيبقى انا كده حليت اولا مشكله للعميل، العميل السيرفيس بتاعتي موجوده طول الوقت، كمان حليت المشكله ان انا الريسورس بتاعتي اقدر ازودها وانقصها في اي وقت بدون ما تكلفني اي قص زياده. وبكده حليت تقريبا مشكلتين الاساسيتين عندي اللي موجودين في اللي هي في مشكله الداتا سنتر، اللي هما المشكلتين الاساسيتين بتوع تاجير الريسورسز او استهلاك الريسورسز عالي وانا مش محتاجها في الوقت الحالي. ونيجي هنا للفتره الاخر حاجه اللي هي الهاي افابيلتي. الهاي افابيلتي او الاتش اي دايما مصطلح بيطلق عليه في شغل الاي تي. الهاي افابيلتي بمعنى ان انا دلوقتي السيستم بتاعي انا قلت ان انا هحتاج ريسورسز عندي، مثلا على سبيل المثال زي ما اتفقنا قبل كده ان انا محتاج 64 جيجا بايت رام، ومحتاج 3 تيرا او 4 تيرا ستورج، ومحتاج مثلا عندي الكور بتاعي يكون 16 كور. طيب دول ممكن احطهم في سيرفر واحد. طيب انا مش ضامن عندي ان السيرفر ده ممكن يفضل شغال طول الوقت. فالهاي افابيلتي بتقدر تديني ان انا اقدر اعمل كمان سيرفر تاني بحيث ان الاثنين يكونوا شغالين ان بارل في نفس الوقت، واللود يستحمل عليهم هما الاثنين. في حاله لو السيرفر وقع السيرفر الثاني يقوم بالمهمه بتاعته على حد ما السيرفر الاول يشتغل بتاعه. فيبقى الكلاود اداني سوليوشن متكامل ان هو يقدر السيستم عنده الفيلير بتاعته او ان هو يرجع من الفيلير بتبقى قليله جدا جدا جدا. البريدكتابيلتي بتحل لي مشكله التنبؤ ان انا في بيحصل هاي لود في بعض اوقات من السنه او بعض اوقات من الشهور بتاعتي، مش محتاج ان انا اروح ازود الريسورس كل ما يحصل لود عندي. وكمان هتتحكم في موضوع السكيلينج ان الريسورس تزيد او تنقص اوتوماتيك بدون تدخل مني. ففي النهايه كل الدايره بتاعتي في النهايه الفوائد اللي رجعت لي من الكلاود ان حلت لي مشكله كبيره، قللت لي الكوست، حللت مشكله الافيلابيلتي بتاعتي، وكمان حللت ان السيستم بتاعتي يكون افيلابل لاطول فتره زمنيه، وان الريسورس تزيد وتقل بدون ما تروح تكلف كوست عليا، وان الكوست يكون قليل جدا بخصوص الريسورسز اللي انا بضيفها جوه السيستم بتاعي، وعشان اقدر اوفر خدمه كويسه للعملاء. وبكده الكلاود اداني فوائد، حلت لي اغلب المشاكل اللي موجوده في الداتا سنترز عندي، واللي طلعت لي بمشاكل لها علاقه بالكوست والافيلابيلتي والهاي كوست اللي انا بروح ادفعه. طيب هنيجي هنا للنقطة الأخيرة في البارت الأولاني من الموديول بتاعتنا الكلاود أو فوائد الكلاود. هنروح على الكلاود مانجمنت، ودي باختصار هما نوعين من المانجمنت عندي، يا إما أوف يا إما إن. يعني إيه أوف ويعني إيه إن؟ من الآخر أي حاجة لها علاقة بالتعديلات الخاصة بالفيرشوال ماشين جوه الفيرشوال ماشين، زي إن أزود الريسورس، زي إن أعمل فاير وول، زي إن أضيف مثلا أنتي فيروس، دي كلها تعديلات جوه الكلاود نفسه، فدي بنسميها أوف. طيب القلنا هنا عندي او سوري الان هنا عندي، الان هنا هدخل على الكلاود ازاي؟ طريقه الدخول على الكلاود زي ما اتفقنا من شويه ان في عندي اكتر من نوع للكلاود، زي البابليك دلوقتي علشان اقدر ادخل عليه محتاج ادخل يوزر نيم وباسورد او كريدنشال خاصه بيا، فبيبقى عندي ويب براوزر، او ممكن بعد كده ليتر اون لما نيجي نشتغل فيه لو احنا كملنا في الازور ادمنستريتور هنفهم ان بقدر اخش على الكلاود يا اما عن طريق السي ام دي
يا اما بعض الكوماند ان انا اقدر استخدمها في الباور شيل علشان اروح اسس الكلاود بتاعي. يبقى الكلاود مانجمنت عندي نوعين من الكلاود مانجمنت، الاوف والان. الان علشان اقدر ادخل عليها عن طريق البراوزر، والاوف ان انا التعديلات والتحكم جوه نظام الكلاود نفسه وجوه الماشين بتاعتي. وبكده فهمنا مصطلح الكلاود كومبيوتنج والفوائد اللي رجعت لنا من الكلاود وعملية التحكم في الكلاود. هو معلش الفيديو الاولاني او سوري اول موديول هيكون نظري شوية، بس دي مصطلحات واساسيات لازم نكون نعرفها في الكلاود، لان دايما لما تيجي نتكلم مع الناس لازم نفهم بعض البيزكس اللي بيتكلموا فيها ونفهم يعني ايه كلمة كلاود. فاول موديول تقريبا هو بس اللي هيكون رخم شوية، هيكون فيه شوية نظري، بس بقية الموديولز هتكون فيها عملي والشروحات هتوضح لكم ان شاء الله اكتر. كده يبقى خلصنا اول بارت في الموديول بتاعنا موديول 1. الموديول البارت الثاني ان شاء الله هيتكلم عن الكلاود سيرفيسز وانواعها وايه الخدمات اللي بتقدمها الكلاود، وكمان هنتكلم على فكرة الكوست في الكلاود اللي احنا عرضناها من شوية بس ما اتكلمناش فيها بالتفاصيل. شكرا جزيلا ليكم، واتمنى ان شاء الله تكون المعلومات مفيدة ليكم، ولو في اي استفسار بنتظر منكم في التعليقات، واتمنى تتم عمل مشاركة للفيديو وشيرنج علشان الناس اكتر ناس تقدر تستفيد. وشكرا جزيلا ليكم.